سي حميدة، مرحبا بك. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، مش أنا وياك كنتقاتلوا باش نجلسوا. أهلا وسهلا، سعيد أننا نكونوا في لحظة أخرى غير الأب والابن ديالو. فأولا كنشكرك بصح الوقت، كنشكرك على التواضع ديالكم وتجلسوا معنا. حضرت شي أسئلة اللي صغيرة بغينا ندردشوا معك فيها لو سمحتي. مرحبا. سي حميدة، تطوير الدارجة المغربية كان ديما مشروع، هو مشروع إبداعي بين الدارجة الخام كلغة شنو ممكن نقولوا على صرامة الكتابة عندك والاشتغال ديالك بيناتهم؟ أولا مرة أخرى نعاود نشكرك مرة أخرى لإتاحة هذه الفرصة باش نوضحوا واحد المجموعة ديال المفاهيم. ملي كنتحدثوا على اللغة الأم كنساو أحيانا أن جزء كبير من المغاربة لغتهم الأم هي الأمازيغية، حتى الدارجة هي لغة مكتسبة ماشي لغة أم، ولكن هي لغة عند جزء آخر ديال المغاربة. مثلا أنا شخصيا حتى حدود 6 سنوات ما كنعرف حتى كلمة في الدارجة، نتكلموا أمازيغية مع الأب الأم الأخوات الحي في الدوار إلى آخره، نتكلم الأمازيغية، وبالتالي لغتي الأم بالمعنى العلمي هي الأمازيغية. الدارجة تعلمتها مع الفصحى. المدرسة ملي مشينا للمدرسة بدينا نقراو اللغة العربية، تما بدينا نتعلموا حتى الدارجة، وغنتزاد تقوى الدارجة ما حتى حنا كنكبروا وكنمشيو للأسواق ونمشيو للمدينة القرية القريبة منا وكنبداو نتعلموا على الدارجة. وبالتالي أنا أمي في اللغة هي الأمازيغية، تعلمت الدارجة عبر المدرسة أيضا، لكن هذا لا ينفي أن الدارجة لغة ديال المغاربة حتى هي، ولأن حتى الآن حتى في الناس اللي كيتكلموا الأمازيغية ملي كيتلاقاو مع ناس آخرين كيتكلموا الدارجة، وبالتالي الدارجة ولات أطغى في تواصلنا اليومي في المدرسة، في العلاقات مع الأصدقاء إلى آخره. لكن اللي اختاريت اللغة الدارجة كان ممكن تقول لي علاش ما كتبتيش بالأمازيغية، كان ممكن. اللي اختاريت اللغة الدارجة أولا لأنها في اصطلاحاتها أقرب العربية. أنا جيت للكتابة ماشي من الدارجة، جيت للكتابة من العربية، من المدرسة، من الشعر اللي قرينا، من الأشياء اللي قريت أيضا بشكل خاص سواء باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو الأشعار المترجمة. إذا أنا جيت من هذه الثقافة، ماشي جيت من اللغة الخام. ملي اختاريت الكتابة بالدارجة رغم أنني أكتب أيضا بالعربية المعربة، احنا كنفضلوا نسميوها المعربة، لدي 3 ديال الإصدارات لحد الآن بالمعرب. اختيار الدارجة هو اختيار جمالي، لأن أحيانا أشياء ما يمكن تكتبها إلا بالدارجة، وخا كتبغي تكتبها وانت متمكن من العربية ما كتعطيكش ذاك المعنى الجمالي. وبالتالي المبدع الآن المبدع الواعي اللي كيختار الدارجة هو مبدع عارف قيمة اللغة سواء في قوتها أو في ضعفها. وبالتالي أنا كنشتغل في الدارجة في هذاك الجانب القوي، كيفاش نجيب الدارجة القوية. ولهذا فالكتابة الشعر بصفة عامة بجميع اللغات هي ارتقاء باللغة. حتى اللي كيكتب بالعربية ملي كيكتب الشعر راه ماشي اللغة العادية، راه كيخصو يحاول ما أمكن يرقى باللغة أيضا الفرنسية أو الإنجليزية إلى آخره. وبالتالي الشاعر يرقى باللغة ومضطر باش ترقى باللغة. هذه هي التجربة اللي كنشتغل فيها، واللي كما قلت لك كنحاول نعرف شنو هي القوة ديال الدارجة. وأحيانا أشياء اللي ما كنقدرش نكتبها بالدارجة راه كنكتبها باللغة المعربة أو اللغة المدرسية إلا بغينا نسميوها، كنسميوها الفصيحة، رغم أنه الفصاحة ما مرتبطة باللغة، الفصاحة مرتبطة بالكتابة بصفة عامة أو بالتعبير بالأسلوب. الفصاحة مرتبطة بالأسلوب، وبالتالي فالفصاحة كاينة في أي لغة،
كيما الركاكه كاينه في اي لغه حسب الاستعمال ديالك والتطوير ديالك للكتابه. حتى اكثر أننا شفنا انك باستعمال ديك حتى الامازيغيه في بعض القصائد ماشي غير الفصحى، فبغيت غنزكي وعندي حتى كتابات ديال نصوص كامله امازيغيه. مسبق لي نشرت قصيده راقت بزاف ديال الناس، لكن قوتي لحد الان مركزه في الكتابه الزجليه اساسا. نقدروا نشوفوا في المستقبل شي ديوان بالامازيغيه؟ ممكن، المشروع كاين في البال، كاين بعض الكتابات مهيئه، لان في الامازيغيه حنا في تيفلت. اولا تحيه لمدينه تيفلت. حنا في تيفلت لغه تماس بين الامازيغيه وبين العربيه، قبائل كتكلم الامازيغيه وقبائل كتكلم العربيه، وبالتالي امازيغيتنا ضعفت. دونك الا بغيتي تكتب الامازيغيه خصك مجهود كبير ايضا في اللغه الامازيغيه باش ترقى بها. ما تاخذش الامازيغيه العاديه، خصك تاخذ امازيغيه الشعر. ربما هذا الجانب اهابه، وكان باش ما نكونش كنعاود نكون بحال شي انسان عصامي في الامازيغيه، وانا جايب واحد الزخم فكري علمي الى اخره. انا شهد حضرت معك في خنيفره وشفت منين تقرا المقطع الامازيغي كيفاش الجمهور، فبالتالي بغيت ناكد ان كاين جمهور اكيد غيسان شي ديوان اللي بصح يكون باب لكن الباب ديال التجربه لحد الان اللي درت هو نصوص زجليه متضمنه لمقاطع امازيغيه، وماشي غير طرف، غير نشاط كتبته. مثلا عندي نص زهايمر وضعت له 3 ديال المقاطع او 4 المقاطع امازيغيه. لاش؟ لان ملي اشتغلت على زهايمر، الانسان ملي كيتصاب بالزهايمر كيرجع في ذاكرته للطفوله، وانا في النص دونك وقت ما ذاك الشيخ مصاب بالزهايمر كيرجع لغته الام اللي هي بالنسبه لي الامازيغيه. لهذا كان ذريعه ديال الاشتغال. نص اخر سميته ايزوران، هو النص يتحدث عن الجذور في المغرب، وما يمكنش تهضر على ايزوران اللي هي الجذور دون انك ما تجيب مقاطع امازيغيه. واستعملت في النص ديالي ايضا مقاطع امازيغيه، رغم انه كاين نفس الامازيغي. ممكن كاين اصدقاء اللي قالوا لي كاين نفس امازيغي عندك في الكتابه. طبعا لان الامازيغيه هي امي. نقدر نقول التفكير تيكون ديما من داخل اللغه، وبالتالي الامازيغيه كلغه حاضره في المنهجيه ديال التفكير. الامازيغيه في الخلفيه ديالك. ثم انا بالنسبه لي اعشق الامازيغيه، حتى ذوقي الفني كنسمع الغناء الامازيغي كثير، كيعجبني نحضر في احيدوس، كيعجبني. وبالتالي هذيك هويه ديالي باقي ما كتبتش مباشره بها، لكن احملها معي وكنقلها لهذا المجال اللي هو مجال ديال الزجل. إذا هضرنا على الخلفيه، ومن الخلفيه اللي كنعرفوا عليك هو الرياضيات، وانا نذكر الهندسه وهندسه القصيده. في الانزعاجات الصارمه، واش هادشي ما كيفقدكش الجمهور التلقائي؟ هو غيولي سؤال ديال الجمهور اكثر ما هو سؤال ديال الكتابه. اصدقاء كثار كيحملوني هذا اللقب مهندس القصيده الزجليه. كاين اصدقاء كيروق لهم، رغم انني اقول انه انا دائما في البدايه لست مؤهلا نكون مهندس القصيده الزجليه. لكن غنبقاو ديما كنهضروا على الواقع والانزياح. نعم اكيد. الشكل ديال الكتابه، شكل الكتابه في اللغه الخام يمكن نلقاوها في الثقافه الشعبيه، نلقاوها في الاهازيج، نلقاوها في الغناء مثلا العيطه الى اخره. هنا كيكون تركيب بالدارجه الخام. الدارجه الخام بمعنى لغه بسيطه واضحه، صوره عاديه، صوره بسيطه، ماشي صوره معقده. بينما احنا كنكتبوا الشعر، انا اؤمن على انني اكتب الشعر وما كنكتبوش من داخل الثقافه الشعبيه، لان كاين اللي عنده دائما ان الزجل هو الثقافه الشعبيه. انا وربما كاين مجموعه اصدقاء، نقول لك واحد نغامر ونقول واحد 15 تاع الناس كيحاولوا يديروا ثوره
داخل الكتابة الزجلية أو التثوير إلا بغينا نقولوا القصيدة الزجلية، ورقاو بها الآن للمصاف ديال الشعر بصفة عامة. وبالتالي ما يمكنش ترقى لمصاف الشعر عام الا ما كنتيش كتكتب واحد النص او صوره شعريه مركبه مفكر فيها اشتغال كبير. انا ما كنكتبش بلا ارتجال، انا النص كياخذ لي الوقت باش نكتب، كيخصني الوقت. اي بصح ربما، وهذا ايضا كيقولوه بعض الاخوان، هو ان كاين هذاك الحضور ديال المنطق ديال الرياضيات. المنطق بالنسبه لي القصيده كانني كندرس واحد الداله، مجموعه التعريف ديالها، نهايات، الاشتقاق الى اخره، حتى كتكون عندي القصيده هو المنحى الاخر ديال الداله، اللي هو اذا اجراءات. وانت ايضا راك جاي من المجال الرياضي، كتعرف الدراسه ديال الداله او حل واحد السؤال او واحد النص كمساله مفتوحه. اعتبر النص الزجلي بحال واحد المساله مفتوحه، وبالتالي كتطلب منك واحد الجهد وواحد البناء باش تعطيه. غتقول لي والجمهور، لا يمكن تقول لي والجمهور، هذا هو السؤال ديالنا. لان دائما يطرح كاين اختيارات. حسن الحظ في المغرب كاين تنوع ديال الكتابه في الزجل. كاين اللي كيكتب للجمهور العادي، وبصحته مزيان يكونوا عندنا الناس كيكتبوا للجمهور العادي، في حين انه كاين اللي كيحط النص باش تكون عنده واحد القيمه شعريه. هذا خص يكون الواحد عارف مبادئ الشعر. صعب ان الانسان اللي ما عارفش مبادئ الشعر يفهم ما معنى انزياح، ما تناقضات، لاعب على الكلام، لاعب على اللغه. انا بالنسبه لي كنكتب في تجربه جديده فيها واحد النوع ديال الجده، اللي هي البحث عن كتابه اخرى ماشي الكتابه التقليديه. والمبدع بصفه عامه ملي كيكتب، ملي كيبحث على جديد، راه غيبحث حتى على متلقي جديد. ما الا خدينا غير اللغه العربيه مثلا، النص العمودي ملي جا النص ديال التفعيله والنثري راه ما كانش عنده جمهور. الجمهور اللي كان هو جمهور ديال المعلقات، جمهور ديال العمودي. دونك هاد الناس ملي اجتهدوا هما بروسهم خلقوا جمهور، وبالتالي نحن نشتغلوا وفق صرامه في اللغه، محاولة تثويرها أو وعطيها واحد المكانة كبيرة، وأيضا إيجاد متلقي. والمغاربة راه ذكياء. إيجاد ولا صناعة؟ صناعة متلقي، صناعة أو المهم البحث عن متلقي اللي غيمشي معك في المغامرة، في مغامرة الكتابة. والآن يظهر لي التجربة المغربية وحسب اشتغال الشباب كيبان على أن لنا ما يكفي من الجمهور المتذوق، اللي ماشي فقط كيعطي غير الأذن، كيعطي الفكرة للعين والفكرة للبياض والفكرة ديال جميع الآفاق الجمالية أو المبادئ الجمالية ديال الشعر كشعر فين ما كان. كتهضر بزاف على الغياب، على التيه في الكتابات ديالك، لماذا؟ الكتابة أصلا المبدع كيكتب انطلاقا من واحد الرؤية بالألف ماشي بالتاء، برؤية ولكن برؤية. كاين الشاعر العصامي، الشاعر العصامي اللي لنا شعراء عصاميين، وبالتالي كيكتبوا دائما بالواقع، وكيكتب النص ديالو هو رسالة واقعية فقط. انت كمبدع اللي عندك واحد الوعي وعندك واحد الطموح لشي مجتمع آخر، فديما كتحس بالضياع، كتحس بالغربة، كتحس بالغياب، لأن انت كتنشد واحد المجتمع اللي فيه قيم كبيرة، وجزء في الغالب هذه القيم انت اللي كتقلب عليها فيها هذا الغياب، فيها الغربة، فيها النسيان، فيها واحد المجموعة ديال المفاهيم. وبالتالي المبدع الحداثي أو اللي كيحاول يقلب على التجريب وعلى المغامرة، فهو يكتب أيضا على نفسيته اللي احنا كنعيشوا الغربة. المبدع دائما يعيش الغربة لأنه عنده طموح. حتى في كتابة النص ملي كنقلب على النص المشتهى
بمعنى أنا لحد الآن لما أرتاح ما كاينش نص كاين، وبالتالي كاين واحد الغياب خدام كتقلب عليه، كاين واحد الغربة خدام كتقلب عليها باش تولي ماشي غريب فيها، تولي عادي إلى آخره. وبالتالي الغربة والنسيان والوجود هما أسئلة مطروحين في الكتابة عندي بالخصوص. وأنا أعشق الفلسفة، كأعشق الفلسفة، وملي كتهضر على الفلسفة راه كتهضر على هذا السؤال ديال الاغتراب، سؤال ديال الوجود، سؤال ديال الماهية إلى آخره، وهي كلها أشياء منيعة الوصول القبض عليها. وبالتالي أنت تعيش هذه الغربة الوجودية دائما في الكتابة. سي حميدة، قبيله وحنا كنهضروا على النوعية الجمهور باختلافاته الذي يحب هذا النوع والنوع الجديد، كنا كنهضروا على المحلية. فين حميدة بين المحلية والعالمية، وفين كتموضع النص الزجاجي في التجربة ديالك؟ سؤال ديال المحلية والعالمية، لأن كاين الإخوان اللي كيقولوا الزجاج المحلي، وبالتالي غتبقى دائما في دائرة ضيقة، وعلى أنه الكتابة بالعربية المعربة يمكن تعطيك جمهور أوسع نسبيا، لأنه حتى بالعربية ما غتعطيكش جمهور أوسع إلا بقيت كتهضر على العالمية. فاللي كيحول العالمية في الحقيقة الإبداع، لأن شنا ناس اللي خذوا جائزة نوبل، وشنا الناس اللي خذوها من ترجمات أساساً، ماشي لأن واحد كيكتب في أمريكا اللاتينية، ولكن الترجمة الإنجليزية هي اللي كتعطيه هذه الفرصة ديال العالمية، اللغة العالمية. لكن وقت ما بان التفكير وبان أشياء جميلة محلية، فهي كتفرض نفسها أوتوماتيكيا باش تمشي للعالمية. وعندنا نماذج كثيرة. احنا في التجربة الزجاجية الآن كاين ترجمات، التجربة الزجاجية وترجمة محمودة. شخصيا استفدت من الترجمة الإسبانية، جامعة إسبانيا خذت واحد المجموعة ديال الناس وترجمت أعمالهم للغة الإسبانية. كاين أصدقاء اللي عندهم ترجمة الفرنسية، الإنجليزية. وبالتالي الرؤية على التجربة الزجاجية المغربية الآن بدأت كتوسع. هناك اهتمام بالتجربة الزجاجية المغربية عربيا، ولينا كنت تعتبروا هذا بشهادة ديال ناس أصدقاء كتار من عواصم عربية مختلفة اللي كيقروا بأنه التجربة الزجاجية المغربية الآن في هذا الشق اللي قلت لك ديال الحداثيين اللي كيشتغلوا بمغامرة جديدة، ماشي اللي كيقولوا هاش بغى الجمهور، اللي كيقول ها الشعر كي بغيتو أنا يكون، أنا كشاعر اللي عندي واحد الوعي واحد الثقافة، ها الكتابة اللي بغيت ندير بالدارجة. هذا النوع ديال الناس الآن ولا اعتراف على أنه النص المغربي هو نص تجاوز النصوص العربية الأخرى اللي بقات واحد الوقت واقفة. كانوا أحسن منا في لبنان في مصر، ولكن بقوا واقفين تم. حنا النص ديالنا ولا تحدى، وصل المفاهيم أخرى، وصل فيه الحضور الفلسفي بزاف، الاشتغال على الأسطورة، الاشتغال على الانتماء العالمية، ولا مبادئ جمالية فيه جديدة. وبالتالي الزجاجين المغاربة ولات عندهم ديك الجرأة الكبيرة باش يهرسوا أو يقفزوا على حواجز اللي كانت في النص التقليدي، النص العادي. وبالتالي أنا مرتاح للتجربة ديالي وسط هذه المجموعة ديال الأصدقاء، وأننا رحنا غاديين بها لواحد النوع ديال الاعتراف العالمي بتجربتنا. باقيين كنلعبوا بين العالمية والمحلية. علاقتك بالمكان حميدة والمدينة الصغيرة تيفلت. جميل. هو قبل ما نكون بعد ولد مدينة صغيرة تيفلت، أنا ولد قبيلة صغيرة أيت بالقاسم، قبيلة اللي بعيدة على تيفلت بواحد 10 الكيلومتر أو 8 الكيلومتر. وبالتالي هذه المدينة ديال تيفلت أنا كتبت عليها أولا 2 ديال النصوص متضمنهم دواوين ديالي. نص سميتو عش المحنة، محنة العشيش، أن تيفلت هي عش محنة فعلا، ولكن هي عش فيه الحنان. ونص آخر سميتو مدينة تيفلت، أو سميتو بنت الواد.
بنت الواد، اعتبار ان هناك حديث على التسميه لتيفلت وذاك النهر الصغير اللي دايز فيها. دونك كنت في الصغر كنشوف من كوديا ديالنا، كنشوف اضواء ديال المدينه، وكتفكرني في الحكايه ديال امي والغول، ديك الغوله اللي شعلت الضوء، ديك الحمقى اللي غتمشي وغتشدها الغوله الى اخره. غنمشيو للمدينه بعد الانتقال للتعليم، اي الاعداديه. الابتدائي قريته في الباديه وغنمشي للاعداديه، غتجي للمدينه شيء اخر مختلف على الباديه اللي انت كنتي فيها. اولا غتجي للدارجه، حمام ديال الدارجه. الوقت اللي كنتي في القبيله كتهضر بشويه الدارجه ولكن جزء كبير بالعربيه. وكتكتشف مع المدينه، كتعلم تقرا، كتعلم اصدقاء، كتعلم اجواء اخرى، وكتبدا هي تكبر وانت كتكبر فيها، كتكبر وتكبر فيها حتى كيكبر الطرح عليكم، هكذا سميته. تكبر فيها ونكبر فيها تكبر الطرح فينا. النص الثاني حاولت نشتغل فيه على المدينه والاسطوره ديالها، اسطوره محليه كاين في المدينه او الخرافه في داخل المدينه، اساطير صغيره. الراجل اللي وقف قدام العافيه باش ما تزيدش، الفكره ديال الوالي ذاك الناسك اللي غيقطع الواد بالعود، كنسميو الخلوه ديال مولاي عبد القادر الجيلاني. وبالتالي خرافات المدينه، الناس اللي ما كياكلوش القنفذ لانه مرضع مع المراه. اشتغلت على هذا النص الثاني، لكن اللي درت في مدينه تيفلت اللي واخا نعطيها اللي عطيتها ما غنكونش رديت ليها، شوف فيها شقه. وبالخصوص في الجانب الثقافي، لان فيها وداخل جمعيه الاشعاع الثقافي للاسف اللي توقفت الان. جمعيه الاشعاع الثقافي كانت مدرسه لينا، تعلمنا فيها النضال، شنو هو المحبه، تعلمنا فيها الانسانيه. وهكذا مدينه تيفلت عبر دار الشباب، عبر الفضاءات ديالها، صنعت مني هذا الانسان هذا. وبالتالي هي مدينه كتسكنني اكثر ما كنسكنها. بزاف الناس كيهضروا على المكان اللي كيسكنوك والمكان اللي كتسكنو، انا مدينه تيفلت تسكنني. هكذا بارازار حسن حظ صديق كتب على مدينه تيفلت قصيده سماها دارنا، اللي هو الزجال الصديق عزيز بن سعد. وكتب القصيده لانه جاء لمدينه تيفلت ولقى ملتقى ديال الزجال وجمهور كبير الى اخره. وهي توحي لي نبحث على شكون اللي كتب على مدينه تيفلت. وهكذا جمعت واحد 9 القصائد اللي مكتوبين على مدينه تيفلت، ودرت حوار مع كتابها، من ضمنهم ناس ديال المدينه ومن ضمنهم ناس ديال خارج المدينه. وكان الكتاب كله السؤال ديال علاقه المبدع مع تيفلت المكان، علاقته مع الجو الثقافي ديال المدينه. وكان الكتاب سميته تيفلت تبني اسوارها باقلام، اعتبارا ان للمدن التاريخيه اسوار من طين ومن حجر، وتيفلت كمدينه اسوارها هما الناس ديالها، هما الناس اللي كيبنيوها، هما الناس اللي هو اعتبرت انه تيفلت هي مدينه الاسوار ديالها هي اقلامها. كتيب اللي سمي اللي درته ولا زال في النفس شيء من حتى كما كيقولوا النحويين. لا زالت مدينه تيفلت هي المدينه اللي كتسكنك بغيتي بزز عليك، بغيتي او كرهتي. وكنعتز بالمكانه ديالي اللي عطيني تيفلت من خلال علاقتي مع الناس، علاقتي النضاليه، علاقتي الحقوقيه، علاقتي الجمعويه. كنحس بواحد الراحه كبيره وبانه كاين واحد التقدير لما قدمنا للمدينه ديال تيفلت، رغم انه ما قدمناه هو يسير ضئيل جدا قدام هذاك الشيء اللي خصنا نقدمه ليها. زميدة، وانا كنبحث على الاسئله ديالي، المواضيع اللي غندير معاك، لقيت راسي كنقلب في الفضاء الانترنت واللي ما لقيتش فيه بزاف ديال المحتوى الجاد. هنايا غنسولك، الاكثريه كيتعامل مع المنصات الرقميه، كيبوستي هنا شي حاجه، هنا مقطع، هنا شي سميتو. وبغيت نسولك، المنصات الرقميه واش هي فضاء للترفيه
ولا هي كتساهم في التوثيق؟ المنصات الرقميه ممكن بعدا نهضروا على الفيسبوك داخل هذه المنصات الرقميه. نبداو بالفضاء الازرق، لان الفضاء الازرق اصلا هو كان دار للتواصل، حتى تاريخه بدايته هي للتواصل، وبالتالي في الفيسبوك هو فضاء للتواصل للتعارف والإثارة الانتباه للكتابة. ولكن هناك منصات رقمية، مواقع رقمية إلى آخره، ممكن تلعب دور كبير في التوثيق. احنا ربما واحد الجيل فاتنا شوية الركب، لذا ما اهتميناش بهذا المجال، كان كاين اهتمام بسيط لعدم المعرفة ديالنا بالقيمة ديالنا. لكن المستقبل كيبان الآن، المستقبل كاين في هذه المنصات الرقمية، فمواقع مختصة للباحث، لأن حتى الكتاب براسو راه كاين الكتاب الرقمي. الناس اللي ما كيقراوش الورقي الان كيقراو البي دي اف او كيقراو اشكال ديال تقديم الكتاب الرقمي، حتى البيع والشراء وسميتو الكتاب الرقمي. ولكن حنا باقيين شويه متخلفين فيه، باقي يظهر لي انا شخصيا خصني شي مجهود كبير، وكنعول عليكم نتوما الشباب ممكن تقدموا لنا شي خدمه في هذا المجال، لان حنا جيل ورقي. وبالتالي هذا الانتقال انا اعتقد جازما على انه مجبرين ننتقلوا لهذه المسألة. أنا كنفكر الآن أنني نوضع جميع الإصدارات ديالي مثلا في موقع اون بي دي اف، ملي كاع الإصدارات اللي فات عليهم واحد التاريخ معين اللي ما غيفكرش الإنسان يعاود يخرجهم من جديد، تفوت عليهم فترة السوق كما كنقولوا، ويكونوا راه الإشارة ككتب رقمية. إضافة لأنه التسجيلات الصوتية ممكن أيضا تحاط، كاين اشياء ربما اوسع بكثير من ضيق الافق ديالنا، لان هذا المجال الرقمي مجال شنو نقول عليه، واحد كنطلع عليه وانا كنبقى فغير الفاه كما كيقولوا في الامكانيات اللي ممكن يعطيك. ممكن مقطع كيشوفوا 6000 واحد، يمكن تحضر انت تقرا، او الكتاب انت مخير دابا ولا في المبدعين كيطبع 200 كتاب، في حين انه انت في جزء صغير شتي 6000 ديال الناس. كيفاش ممكن 6000 ديال الناس تخلق منهم واحد 1000 اللي غيوليو متبعين دايرين؟ هو المجالات اللي خصنا نجتهدوا عليها. وعي متاخر لكن خصنا نخدموا عليه. عرفتي مدام مبقى الا نشكرك على الوقت. الاسئله ديالنا نحبسوها هنا لان نكثروا عليك اكثر. نتمنوا لقاء اخر مع اسئله اخرى. شنو اخر كلمه مثلا انت بغيت؟ اخر كلمه نقدر نقول هو نتمنى انه اصدقاء اللي يمكن يسمعوا لهذه الدردشه، سميت انا دردشه لانه هذا ارتجال كي شفتي ما هيش، ولكن نتمنى انه اللي يسمع لهذا التسجيل يخرج على الاقل بواحد النوع ديال الاستفاده وما نكونش ضيعت له وقته. انا دائما عندي المتلقي محترم وكنحس بوقته ثمين، واي وقت عطاني لا وكنحس بها راه تشريف وتكليف في نفس الوقت. اذا نتمنى نكون في هذه الدردشه الجميله معك في اطار هذا الافق هذا، ان الناس يستافدوا ويتار اشكالات واسئله. انا ما قلتش اجوبه اكثر ما قلت تساؤلات او شبه جواب، لان الجواب دائما يبقى تا هو مثل النص المشتهى. انا من هنا كنضم صوتي على صوتك، كنشكر الناس اللي عطاونا وقتهم وسمعوا لينا. كنعتذر على اي حاجه كانت مزعجه في الصوت، في التصوير، في التلقائيه ديالنا، وكنخلي لهم. انا كنتمنى يقلبوا على المجهول في القصيده ديالك ويحلوا معك المعادله. راه شكرا مره اخرى. نعم.